الرواية الثالثة أو الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة روايات مصرية للجيب كانت تحت عنوان الصلاة في الظلمات. معنا اليوم الأستاذ ميسرة الدندراوي ليقدم لنا رؤية وقراءة لهذه الرواية. الكاتب سوداني الجنسية واسمه الأستاذ محمد الفاتح. وطبعا أستاذ ميسرة يعني مشرفنا، اتفضل يا أستاذ ميسرة على المنصة. الرواية فيها مميزات موجودة بشكل عام. اللغة، الفكرة الرئيسية للرواية، الفكرة ممتازة. في البداية كنت عايز أعرف هو الأحداث بتدور فين، بس لقيته لا، بيتكلم عن مدينة مصرية قريبة شوية للقاهرة في طريقة الوصف. وبعدين دارت أحداث الرواية بعد كده في مناطق عديدة. من ضمن الحاجات اللي عجبتني إن هو درس كل منطقة قبل ما يكتب عنها. يعني هي راح البتراء في اليمن في الأردن، وبعدين راح اليمن، وبعدين راح بنين في صحراء في غابات غرب أفريقيا، وبعدين راح النوبة وراح الأقصر. فهو دارس كل مكان وبيكتب عنه بتضاريسه بتفاصيله بشكل كويس جدا. إيقاعه كويس، يعني هو ماشي بسرعة. نهى الرواية بطريقة حلوة. يعني أنا بحب جدا الكاتب اللي بيضحك عليا زي ما الأساتذة قالوا، لان انا بحب كده، بحب اعمل كده، بحب اضحك على اللي بيقرا لي لحد ما يوصل في النهايه يقول لي ايه ده، انا ما كنتش واخد بالي ان ده ممكن يحصل. هو ضحك عليا وده عجبني في النهايه. جزء المآخذ بقى من النهايه انه احنا وصلنا لها بسرعه جدا. الروايه كانت ممكن تسهب اكتر في الحكايه فاوصل لنهايه منطقيه، حتى لو النهايه فيها تويست او فيها حاجه لازم تكون منطقيه. شويه حسيت ان احنا نهينا بسرعه. ما وراء كل هذه القصه الفانتازيه الجميله عن المكعب ووجوهه والرحله والسفر هو الحرب. حتى اهداء الروايه باين من الاول انه الحاجه اللي دفنت في سخام الحرب. هو من البدايه وهو قصده على كده. ده يمكن يفسر النهايه. هو بطل الروايه الرئيسي هو الحرب، فالشخصيات كلها والحبكه واللعبه الفانتازيه اللي عملها كانت كلها بتخدم الجزء ده. الفكره عوضت حاجات كتير، والفكره فعلا نبع من جواه. يعني هو طلع من جواه قوي. يمكن حتى لو كانت الروايه اتكتبت قبل اللي بيحصل حاليا في السودان، فهو حضرها في اليمن وحضرها في السودان وحضرها في مناطق كتير. يا محمد الفكره وصلت. يعني انا فهمت فكرتك ولمستني جدا. شكرا جزيلا.